وشنو بصح وشنو هذا وشنو هذا؟ هذا السكر هذا هذا هذا. السكر قالب هذا. قالب آه هذا قالب يا خويا. حنا كنستعملوه حنا كنستعملوه في المناسبات دابا شتي غير المهمه. التذكير على ذكر القالب هكا هذا. بعض الناس كيجيو كيقول لك اجي نهضروا على اقتصاد المغرب، هادو من بوصبع ديالكم. الا جينا نشوفوا الشركات في المغرب، عندنا الشركه ديال القالب ديال السكر تعود الى مئات السنين، يصنع في المغرب ويصدر الى كافه بقاع العالم. يعني الشركات ديال السكر ويصنع من الشمندر. نعم. وما كاينش في العالم بغيره، ما كاينش بحاله. بصح في المغرب ما كاينش سكر يتصنع في المغرب السكر. نصدر السكر الشمندر. هذا من ايام السعديين على ما كان نعم. مازال وكان مازال القالب تقريبا 5 كيلو حتى ل 10 كيلو في القالب الواحد. كاين زراعة السكر في المغرب كاين. نعم نعم سنين. الشمندر. نعم. ما كنتش عارف شفت كيفاش الكابرانات ما خلوناش نعرفوا والو. الكابرانات قديمة قدم التاريخ، يعني قديم، يعني من الشركات القديمة في المغرب. شفت ياسر انا ما كنتش شوف السكر هاشتي هذا القالب هذا داخل عندنا في كل شيء، سمعتيني؟ يعني ما خص حتى واحد يلعب معنا شي واحد. حنا القالب في كل شيء داخل، فهمتي؟ شوف هذا شيء مهم جدا. هذا شيء مهم جدا انه المغرب يزرع السكر. انا ما كنتش نعرف. شوف الكابرانات واش يقولوا ديال السكر. ايه، والكابرانات ما يقولوهاش. هذه نورمالمون في المدرسه يقراو عليها. جارك راه جارك يصنع في السكر راه صاحبي. بصح يقول لك لا، يقول لك البرازيل، يقول لك الى سكر يومنا هذا. البرازيل. شوف الى يومنا هذا احنا ما كنستوردوش السكر. هي بصح شوف انا واش قلت لك. علاش ما يحكوش؟ نعم كوزيمار. انا راه ساكن انا في عين السبع، انا حدا كوزيمار راه حدايا اكبر مصنع من مصانع. شفت الكراهيه كيفاش الكراهيه. شفت الكراهيه. انت فرنسي يعرف كل شيء عن المانيا، الالماني يعرف كل شيء عن الفرنسي، والايطالي يعرف كل شيء عن الالماني. وحنا انا اليوم وين سمعت باللي المغرب يصنع السكر، فهمت؟ الاخ ياسر راه تلقى فيها لاضات فوقاش صنع لاول مره، راه فيها هذاك القالب السكر فيه لاضات فوقاش تصنع. مبارك اخويا، خلنا ما قادين نردوا القالب عاوتاني. نكمل نرجعوا غنشوفوا للبوكسطه باش نعطيو باش ندوروا الكيست. نكمل الكلمه ديالي باش نهبط نخلي المكان ديالي للاخوان. السلام عليكم. بغيت اخويا سمير، بغيت نقول لك انا بنت الريف، ريفيه، واخا عايشه هنا، عندي الجنسيه هولنديه، ولكن الحمد لله عندي علاقه وطيده مع الريف لان العمل الجمعوي ديالي وكل شيء في الريف. فبغيت نقول لك بان احنا في الانتخابات الريافه كلهم كيخرجوا للانتخاب. انا شاهد عيان. هذا العام مشيت شفت الناس في الانتخابات، وشفت ان الريف ديالنا احنا، المنطقه اللي انا فيها كزنايه، منطقه كبيره. كزنايه راه كتشد من باب الحسيمه الناظور حتى الباب تازه حتى الباب بركان، كامله ديك المنطقه. كزنايه شما سم الزغانغ مانيس نشازي شاويين متشرفين. متشرفين. الله يحفظك. واخويا الا كان كذب اخويا عبيد قول لي راكي كذابه. فكيمشيو كينتخبوا، كيمشيو للانتخابات، كيدير الانتخابات، وعندنا رؤساء الجماعه ولاد بلادنا. يعني تيزي وسلي رئيس الجماعه ديالها ولد بلادها، اكنون رئيس الجماعه ديالها ولد بلادها. يعني الريافه من عندنا هما رؤساء الجماعات، فهمتي؟ والمستشار ولد بلادنا من عندنا، ريفي ولد عمتي. وحتى في تازه، رئيس الجماعه من اجدير، من كزنايه. دوك نسقسيك واحد الحاجه. شوف دوك لا سمير سمير، شوف غير هذه الشركه اللي هي هذه شركه جديده، يعني شركه هذه اللي هو النمر، الانتاج ديالها انا حطيتها لك تما 1929. وكاين اقدم. واو
هذه تعود الى 1929. هذه راه شركه جديده 1929، يعني هاي 1929 هاي شفتها. الشركة بدأت في 1929 الشركة. نعم نعم الانتاج بدا في 1929. اوكي نعم نعم بالي هذه مصنعة في 29. كنت قادر تبيعها ب 20 مليون دولار. انا نسقسيك عزيزتي الريفية. تفضل خويا سمير. انتم شوف في الريف يا اخي كي يجي ريفي زعما يعمل كونفيرنس هي محاضرة بالريفية، ما يجوش الشرطة المغربية ما يجوش يقولوا له احبس. حنايا في الجزائر خويا سمير انا نقول لك حاجة. في الجزائر الثورة تاع 1980 سببها منع محاضرة بالقبائلية، هذا هو السبب وهذا هو الفرق بين الريف والقبائل. حنا نديروا رحلات خويا سمير فيها هذا العام في شهر 8 درنا رحلة فيها 500 واحد من عندنا في البلاد ديالنا الريافه ديالنا تجمعنا، وعندنا واتساب فيه 500 واحد نعالجوا فيها المشاكل، نهضروا فيها مع نستضيفوا رؤساء الجماعات ديالنا بالريفيه، نهضروا بالريفيه نستضيفوهم ونعالجوا مشاكل ديال بلادنا، وعندنا الحريه التامه. عمر شي واحد ما قال لنا انا رؤساء الجماعات فاش يديروا اجتماعات ولا تديروها بالريفيه. اكزاكتلي. انا هذا واش حبيت الناس هنا يفهموا باش يفهموا الناس. الطريقه اللي كتناقشوا بها دابا تجحفون في حق الناس الاخرين، كل واحد يكمل الكلمه ديالو وينزل باش نطلع الناس الاخرين. شوف انا ياسر انا نقول كلمه ودي نهبط لاني غدوه لازم نوتنك early. I have to wake up early. انا هذا واش حبيت نقول. شوف كل واحد يجي يقول يحب زعما كي يلقاونا نهضروا على القبائل. انا لاحظت كي يلقاونا نهضروا على القبائل دائما يجي ويقول لك استقلال الريف وكانما يحب يرد زعما على المغربي، هو يهضر على القبائل وهو يهضر على الريف. هذا غلط وما فيه حتى معنى، لانكم أنتم أولا تدعمون البوليزاريو منذ 63، فإذا تكلم المغربي اليوم على القبائل فمعه الحق 100% أن يتكلم على القبائل. والثاني النقطة الثانية القبائل يعني لا ينتظر تحرير نفسه إلا إذا تكلم عليه المغربي، لا نحن سوف نتحرر تكلم المغربي أو لم يتكلم. يعني تكلم المغربي على قضيتنا شيء جميل ويساعدنا، ولكن سوف نتحرر تكلم ياسر أو لم يتكلم. هذه ديروها في راسكم، هذه يا الدواب يا بوصباع. نتحروا بالمغربي ولا بلا المغربي، تسمى سي بارابن تجي تقول لي الريف ولا ما الريف. والمشكلة رقم 2 الريفي يقدر يدير محاضرة بلغته الريفية. القبائلي داروا عليه ثورة في 1980 منعوا محاضرة مولود معمري، روحوا قراوها تلقاها في جوجل. مولود معمري رمز القبائل، راح يدير محاضرة في تيزي وزو عام 1980 منعوها المحاضرة ولهذا ثار الشعب القبائلي وقاتلوا منهم المئات. شوف الفرق يعني أين يكمن يا بوصباع يا المبردة. سمير قول الريف ولا أخي سمير، احنا عندنا في الرباط اذاعات ريفيه، انا كنطلع معاهم كيستضيفوني مره كنطلع معاهم. عندنا اذاعات ريفيه اللي كيسولونا. عندنا واحد المذيعه ريفيه كتصوني علينا، مثلا حنا الجاليه المغربيه سميتو كيجي من الحد واحد الموضوع سميتو ما مشي ذاوني زوانا مان كيف حالك يا اللي تعديتي زعما البحر، وكنبقاو نهضروا على اي شيء كنهضروا عليه بحريه تامه، كنهضروا على كل شيء. اوكي في الرباط اذاعات امازيغيه. انا على بالي انا عارف. وثاني كاين نقطه ثانيه انا لازم تفهموها يا اخواني المغرب. كاين نقطه زمن يحاولوا
يخسرونا احنا ويكسرونا احنا اصحاب الماك، يعني بين القبائل المسلمين، لانه في قبائل مسلمين وفي قبائل يعني ما عندوش علاقه بدين، يعني المشكل تاعو هذه بينه وبين خالقه. وهذا الناس يحاولون يعني تشويه ذلك. عندما انا قريت مقبل، قريت واحد الكومنتير يقول لك فرحات الديني والقبائل اللاديني نحن لا تمثلني. انا نقول لك حاجه، انا حتى ولو كنت لا ديني انا لا اكره جاري، انا نطلع عند جاري نتكلم معاه باحترام، نحبه كما يحبني. هو شوف سمير اللاديني، نعم لا ديني، زعما بغيتي تريد أن تكشف سوءته كما يقولون وتقول لا ديني حتى وأنت. هل أنت مسلم؟ هل أنت مسلم؟ هل المسلم يسب؟ هل المسلم يشتم؟ هل المسلم يضرب في الأعراض؟ لم نسلم لا من لسانكم ولا لم نسلم حتى في أعراضنا ولا في مالنا ولا في أرضنا. أرضنا مقتطعة، وهذه ليس من أخلاق المسلم. أموالنا جردوا 350 ألف مغربي المغربيات من الحلي وقطعت آذانهن لأخذ حلقة. الأموال ديالنا صدرت. عودي شوف السيد تاع البارح واش يحكي، شوف البارح واش يحكي السيد ياسر. البارح واش يحكي البيلوت؟ المسلم يفعل ذلك؟ نعم هذا المشكل. هذا هو باش نطلع الناس. انا هذه هي النقطة. انا هذه هي النقطة. انا طولت له هنايا مرة أخرى ما غيطلعنيش. ما عمرك نطلعك من غير لا بدلتي اللوغو سيري. الكلمة هذه ونمشي، الكلمة هذه ونمشي. أنا نقول لكم يا إخواني المغاربة ما تخلوش حتى واحد يغلطكم. أنا عندي مبادئ، أنا عندي مبادئ، وأنا كما أنا لا أغير نفسي لكي يحبني الناس ولا يدفعوا علي الناس. أنا كما أنا لهذا يحبني الناس، لأنني أنا لا أغير نفسي. ونقول لكم شكرا ياسر، تحية. يعني أنت أخي وكل من يحبك أنا أحبه، وراك تعرف أنا فهمت. أنا كما تدافع علي أدافع عليك اليوم وغدا وبعد الغد. هذه هي. شكرا أخويا سمير. شكرا، تحياتي. أنا إن تضامنت معك فأنت ابن الأرض، وإن تضامنت معك أنت أمازيغي قبائلي. أنت كنت قبل أن يكون من يريد أن يحاسبك اليوم. وما يغيظني أنهم أرادوا تأسيس جمهورية عربية على أرض الأمازيغية، وأنا أنتمي إلى المملكة المغربية لم يحدد فيها لا أمازيغي ولا عربي، وإنما نحن أبناء المملكة المغربية بعربها وأمازيغها وزنوجها وصحراويها وبجميع اختلاف ألوانها وأعراقها. أما هؤلاء الرويبضات فيبنون الأوطان على العرقية وعلى القومجية العربية البائدة التي لم تأتي إلينا بأي خير. وجمال عبد الناصر مات وماتت معه أفكاره البائدة وأفكاره التي لم تأتي إلى هذه الشعوب لا بخير ولا بنماء ولا باتحاد ولا بجمع شمل، لم تأتي إلا بالتقطيع ومزيد من التقطيع والتفريق. فلا عزاء لمن لا زال يحمل هذه الأفكار البائدة. بالله عليك عندهم علاقة بكوبا التي تسمم العقول الجزائرية. كوبا لذهبت إليها لذهبت إلى بلد في الخمسينيات. اليوم تدخل كوبا تلقاها بلد في الخمسينات. خلال الخمسينات لا زالوا يعيشون اليوم الخمسينات. بالله عليك أي علاقة عندك مع كوبا؟ بماذا تأتي من كوبا؟ بماذا تأتي من الناس؟ ربطت علاقات بدول منفتحة وأسست اقتصاد. دول إفريقيا كانت في القريب كانت من الدول التي تعاني بالمجاعة، أصبحت اليوم اقتصادها رائد. يعني تجردت وتحررت حتى من الاحتلال الفرنسي الغير مباشر. وهم إلى يومنا هذا أول دولة تعلن البيع والولاء إلى فرنسا بامتياز
وتبيع دولتها وممتلكاتها وغالي والنفيس عندها إلى الغرب. خير دليل على ذلك لا جات عندك الشريفية أدات كل شيء ليه، وانت ولادك شادين الصف في الطابور على الغاز. دولة الغاز أنا هذا طابور على الغاز. إن هادو اللي جايين تيكتبوا لي هنا على مطيشة، إلى غلات مطيشة فالقدرة الشرائية ديال المغربي الحمد لله اللي كان كيدي 3 كيلو غيولي يدي كيلو، ولكن مازال كاينه العاقة وكاينه الفلوس عند المغربي السميك ديالو ماشي 120 أورو. يا ودي هذوك كاع ما تحكيش معاهم ياسر، ما تحكيش معاهم. المطيشه راهي غاليه حتى في المانيا، ما كاش هذيك هضره فارغه. هنا في المانيا مرات ما نقدرش نشري المطيشه هنا في المانيا، هذا كلام فارغ. حنا نحكوا على شاب الجنرال ديالو. بلاتي نشوفوا علي موسى، بلاتي اخويا نشوفوا علي موسى لا يقول لك خليتيني انا تما ما عطيتنيش الحق. مرحبا السي علي. نطلعوك هذا غلط في اللايف، هذا غلط في اللايف ياسر. المهم ما عايرنا ما سبنا على كل لا 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 احنا ما نعايروش. انا شوف انا الشاب اللي يشوف الجنرال ديالو يروح لفرنسا ويلبس الخوذه الفرنسيه ويتحي العلم الفرنسي وما زال يدافع عليه، هذا شاب ميت في مخه، يعني ميت كلينيكال داث، واسمها كلينيكال داث، يعني انت تتحرك ولكن انت ميت. هذا هو الشعب الجزائري الذي يلا سير بحالك اعطيني اتساع على هذا الشنقريحه. ولك انا كي نسخن يا ياسر بعد مني يا صاحبي، سير بعد مني باغي تخرج عليا، سير هيا راني نرجع لكم هيا امسيه سعيده. شكرا. شكرا عزيزي، تحياتي لك تي من سيوي.